احمد القندوسي اهلاوي لمده 4 سنين ونص. امام عاشور للدنمارك. يا ترى الدنمارك هيكون الكوبري للنادي الاهلي ولا هيكون ايه بالظبط؟ في كلام ان فريرا راجع تاني الزمالك، في اجتماع بكره مجلس الاداره هيتكلموا ويشوفوا فريرا جاي ولا مش جاي. استقبال محترم من المسؤولين عن الكوره في المغرب لبعثه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، استقبال محترم جدا، لازم نشيد بالكلام ده. عندنا تفاصيل كتير في الحلقه دي، كله يخش كده يركز معانا. انا باسم المراكبي ودي الكره المحليه على الكنبه، يلا بينا على التفاصيل. احمد القندوسي في الاهلي على السريع كده، انت تتفاوض والخطيب يخلص. الزمالك اتكلم في اللاعب وحكى في اللاعب، خلاص احمد القندوسي في نادي الزمالك بمكالمة تليفون من المحترم رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب للرئيس نادي وفاق سطيف. هي مكالمة خلصت الدنيا كلها. رئيس نادي وفاق سطيف جاب اللاعب، تعالى يا ابني عايز تروح الزمالك ولا الاهلي؟ بالله عليك انت اللي بتتفرج عليا، لو اتعرض عليك العرض ده انت هترد تقول ايه؟ على طول في النادي الاهلي. طبعا اللاعب ده صفقة قوية جدا للنادي الاهلي. هتقول لي يا عم دي صفقة كيد، ده هم كانوا قايلين ان هم الاهلي خدوا ان هو كيد وبيكيدوا الزمالك. لا طبعا اللاعب ده الاهلي متابعه تقريبا بقاله سنة ونص او سنتين. لعيب ده لعب قدام النادي الاهلي السنة اللي فاتت في دوري ابطال افريقيا، لعيب مميز، بيلعب في خط النص، بيلعب في اكتر من مركز، بيلعب مركز 8 ومركز 6 ومركز 10، وبيلعب جناح يمين، لعيب اشول، بيتميز بحاجات كتير جدا، بمهارة، بسرعة، لعيب مكسب للنادي الاهلي. سنه صغير، لعيب عنده 23 سنة. ارقام اللاعب هايلة، يعني السنة دي لعب مع وفاق سطيف 11 ماتش، سجل 8 اهداف، وده غالبا هيكون البديل المستقبلي لعمرو السولية. لعيب كويس، بيتميز بحاجات كتير جدا. لعيب بيلعب بالمناسبة في منتخب الجزائر للمحليين. هو حاليا دلوقتي بيلعب بطولة افريقيا للمحليين. طبعا الاهلي عمل حاجة هتحسب له في الجزائر، وهتعلي كمان وكمان من حبه والرصيد بتاع النادي الاهلي اللي الجمهور في كل مكان بيحبه. قال لك انا هسيب اللاعب يكمل مع منتخب المحليين وهأيده في اخر لحظة، لان لو اللاعب الاهلي كان أيده كان هيعتبر لاعب محترف، فخلاص كان هيسيب منتخب الجزائر للمحليين وكان هيجي النادي الاهلي. قال لك لا، انا هسيبه يكمل مع منتخب بلده، ويوم 31 في اقرب خلاص فرصة، خلاص اخر وقت، هأيد اللاعب. الاهلي كده كسب حب جمهور وفاق سطيف وجمهور الجزائر بشكل عام. وانا شايف ان احمد القندوسي هيكون اللاعب المستقبلي في النادي الاهلي والمنتخب الجزائر مطلعه نجوم. اخيرا رياض محرز، يا ترى ده هيكون في المستقبل رياض محرز التاني؟ هو لاعب بيلعب في اكتر من مركز وهيكون ليه مستقبل قوي جدا، وهي صفقة قوية جدا. ونطير من صفقة القندوسي نروح على المغرب. استقبال محترم من الجامعة الملكية لكرة القدم في المغرب للنادي الأهلي. الأهلي محبوب في كل مكان، استقبال محترم. بالمناسبة رئيس البعثة للنادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب استغل برضو وجوده في المغرب وهنى الناس المسؤولين عن الكورة في المغرب بالإنجاز التاريخي المنتخب المغربي عمله في كأس العالم، كوجوده في المركز الرابع في كأس العالم. لا، استقبال محترم. النهارده كان في تمرين للنادي الاهلي، وبالمره قاموا جايين متصورين الصور بتاعه الفيفا الخاصه بالبطوله. يا رب الاهلي يعمل بطوله محترمه. الاهلي هيلاعب اوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1/2 ان شاء الله، يكون ماتش جميل ويكون المكسب للنادي الاهلي. وبالمناسبه عشان اكون فكرتكم، عندنا حلقه خاصه بكاس العالم للانديه، هنتكلم عن كل حاجه في كاس العالم للانديه ان شاء الله، دي قبل البطولة بيوم. امام عاشور الى ميتلاند الدنماركي.
جابوه بعد الماتش وقفوه، ايه يا ابني عايز تلعب في الزمالك؟ لا، انا دي فرصة بتيجي مرة في العمر، وانا عايز احترف. طب يا ترى الاحتراف ده اوله ايه واخره ايه؟ انا شاكك انه كوبري من بتاع زمان، بتاع عدل القيعي، كان بياخد اللاعب يصفره بره وبعد كده يجيبه على النادي الاهلي. يا ترى ده هيكون السيناريو بتاع زمان هيتعاد تاني في امام عاشور؟ يا ريت تقولوا لي في الكومنتات كده كل واحد متوقع ايه ومتخيل ايه. هل امام عاشور فعلا هيحترف ويكمل بره، ولا دي مجرد وقت وهيجي على النادي الاهلي؟ وعلى طريقة اغنية جاي في ايه وسافرت في ايه، فيريرا سمعنا انه مشي ورجع بعد ماتش فيوتشر والزمالك. كابتن اسامه نبيه قال لك انا مستعد ابقى الراجل التاني وابقى مساعد للبروف فريرا. رجعت اداره نادي الزمالك بعد الماتش قال لك في بكره اجتماع وهنتكلم مع بعض عشان نرجع فريرا تاني الزمالك. يا ترى انت رحت ازاي وجيت ازاي والكلام ماشي ازاي؟ انا مش فاهم اي حاجه، يعني انا شخصيا مش فاهم، ولا اي واحد زملكاوي فاهم ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك. العلم عند الله ومحدش فاهم اي حاجه. نخش على ماتش الزمالك وفيوتشر. طبعا الزمالك داخل الماتش بمعنويات صفر. انا عايز اشيد بعبد الشافي، اللاعب الخلوق المحترم. يعني انا من وجهة نظري يعني هو من افضل اللعيبه اللي لبست تيشيرت الزمالك على مر العصور. لعيب اخلاق، ولا عمره عمل مشكله، ولا سمعنا له ما سمعنالوش صوت، ولا عدا جماهير. جمهور مصر كله اهلاوي زملكاوي، انا راجل اهلاوي بعشق عبد الشافي. والنهارده كان لازم ياخد مان اوف ذا ماتش. عمل كل حاجه، يعني رغم ان هو بعيد لا كان بيأدي، عنده روح، بيقاتل على كل كوره، بيصنع فعلا الفارق مع الزمالك في ماتش زي النهارده. ماتش النهارده كان سيف الجزيري هو عنوانه. غلطه كده من المدافعين في الجون الاول، جاب الجزيري الجون الاول. رجع مروان محسن غلطه من المدافعين من محمد عبد الغني، جاب جون التعادل. وبعد كده نفس الغلطه برضو من مدافعين فيوتشر. الزمالك في الشوط الاول جاب الجون التاني. دخلنا على الشوط التاني، الزمالك لعب بطريقه انا دافع وحافظ بدل ما يحصل كارثه من اللي كانت بتحصل. وده اول فوز للزمالك بالمناسبه في سنه 2023. كسب الزمالك. هنشوف الفترة الجاية الزمالك ايه اللي هيحصل معاه. هل فيريرا هو اللي هيرجع تاني هيبقى المدير الفني لنادي الزمالك، ولا هيستمر اسامة نبيه؟ لسه هنشوف الدنيا فيها ايه. في كلام ان عبد الله السعيد هيجي الزمالك. إيه لا مش هيجي الزمالك. سؤال الناس كلها يا ريت ترد عليا فيه. انا اجيب لعيب عنده 38 سنة اعمل بيه ايه؟ لعيب مشطب كورة. يعني انت ده بقى اللي فعلا يتقال عليه اهدار للمال العام. بالمناسبة انا راح اجيب لعيب مخلص كورة هيعمل لي ايه؟ اذا كان امام عاشور اللي شايل الفرقة مش، يعني دي برضو نقطة استفهام وعلامة استفهام كبيرة جدا. لعيب زي ده هو، يعني انا بتكلم ان امام عاشور وزيزو هم محور الاداء، باستثناء نزول اللياقة البدنية لزيزو اختفت خالص. ما عدناش بنشوف زيزو بتاع زمان. يعتبر امام عاشور هو الزمالك دلوقتي. الزمالك استغنى عنه، وكان الزمالك على امل ان هو يجيب القندوسي، بس الاهلي خطف القندوسي. نفس بالظبط خطفة مروان عطية. سؤال بقى للزملكاويه اللي معانا، النهارده لعيبه الزمالك كسبت ليه؟ هل عشان اسامه نبيه كويس؟ عشان فريرا كان وحش؟ عشان اللعيبه هي اللي مش عايزه فريرا؟ عشان ايه بالظبط؟ حاجه في التخبط اداري، حاجه خاصه بالاداره؟ وزي ما احنا شفنا فريرا مشي، لا فريرا جاي. اسامه نبيه جه، لا ده مشي قبل كده. احنا لحد دلوقتي مش فاهمين اي حاجه. يا ريت بعد اذنكم تردوا على السؤال ده في الكومنتات ونشوف مع بعض ونتناقش مع بعض في الموضوع ده. حاجه كده مع بعض في السريع. كلادنبرج فضحنا في الدنيا كلها. راجل طلع بره اتكلم بقى وقال كل حاجه. قال لك انا اتشتمت واتثبت واتهنت وقالوا لي ده انت شاذ جنسيا، ده انت متجوز راجل، ده. الصحف العالميه بتتكلم عننا. الصحف العالميه بتتكلم عننا. احنا عايزين ايه تاني يا جماعه؟ دي سمعه بلد، دي سمعه بلد. يعني شخص بيسيء لبلد كامله، يعني ايه ده؟ ده مش موجود في الدنيا كلها، والله عمري ما شفته. يعني واحد
او مجموعة معينة بتسيء لناس جاية تخدم الكورة وتطور من المنظومة التحكيمية والدنيا تعلى ومش عارف ايه. لا، ده احنا بنحارب اي حد بيجي يطور، بنديله على دماغه عشان ينزل. وشتيمة شوية في لجنة الانضباط، وشتيمة في لجنة مش عارف ايه، وشتيمة في اتحاد الكورة. بالمناسبة، جريدة ذا صن الإنجليزية كاتبة كده بالبنط العريض: رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور أهان رئيس لجنة الحكام كلادنبرج. وكاتبين كل حاجة وقايلين كل حاجة. لا، وهو بقى ايه، كلادنبرج خد كل الكلام اللي اتقال في حقه، هيطلع بقى على الفيفا ده فيه تحقيقات وشكلنا داخلين على ايام ايه ما يعلم بقى الا ربنا. ليه بقى قصة السب الجماعي اللي بتتعمل في القناة؟ انا حاسس ان قناة نادي الزمالك دي معمولة يا اما عشان تضحك الناس، يا اما عشان يقعدوا يسبوا في الناس. انا ليا صحاب زملكاويه، ناس محترمين، وفي زملكاويه كتير محترمين جدا. الناس مش عاجبها الكلام ده. يعني ناس زملكاويه بتشجع نادي الزمالك ومش عاجبهم الحال ده، ويقول لك انا ماليش دعوه بالقناه دي. يعني انت المفروض قناه بتمثل نادي الزمالك، النادي المحترم، المفروض اللي هو القطب الثاني للكره المصريه. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ وتقليل من شأن ده، وشتيمة هنا وشتيمة هنا، وسب علني. واخر حاجة الاعلامي خير رمضان اتكلم وفتحها على الاخر. لو الناس تتابع اللي هو قاله، لا الراجل فتح واتكلم في كل حاجة. شكلنا الايام الجاية هنشوف حاجة معينة خاصة بالكلام بتاع الشتيمة والسب. هل الموضوع ده هيقف بقى وهنبطل نسمعه؟ الناس كلها بتناشد الدولة ان الموضوع زاد عن الحد، والموضوع بقى صعب قوي. لا يمكن دي تكون رياضة او دي كورة، لا ده حاجة تانية. سؤال بقى بعد اذنكم، يا ريت كلنا نشترك كده مع بعض ونحط ايدينا في ايد بعض ونرد عليه. الكرة المصرية الى اين؟ الكرة المصرية راحة فين؟ يا ريت كلنا نرد، اهلاوي بقى، زملكاوي، اتحداوي، محلاوي. هو بشكل عام احنا كلنا مصريين ومش عاجبنا الحال اللي بيحصل ده. يا ريت كلنا نرد، الكرة المصرية رايحة لحد فين في الوضع السخيف اللي احنا فيه دلوقتي؟ ويا ترى بعد الكلام ده كله مستنيين ايه بقى من المنتخب؟ ونقول ده احنا هنصعد كاس عالم، هنروح كاس عالم. يا جماعة لازم يكون عندنا منظومة إدارية محترمة لكل المسؤولين عن الرياضة. اتحاد كورة، لازم رئيس النادي، اي حد بيعمل في المجال لازم يكون شخص لا بيتلفظ على حد ولا بيتكلم بالاسلوب اللي احنا بنشوفه ولا الكلام ده كله، لانه اسلوب مرفوض تماما. وبكده يبقى اتكلمنا عن حاجات كتير قوي في الحلقة. يا ريت نتفرج عليها كاملة ان شاء الله، ونعمل اللايك برضو والسبسكرايب. وهيكون في حلقات جاية سخنة، ويا رب نشوف الكرة المصرية بتتقدم مش بتتأخر. ويلا سلام.